انا هبدا توب ست 80 يعني 20 كمان. نخش في الاسئله دلوقتي يا جدعان ولا نخليها شويه؟ الراجل ده انا مش جاي اتمرن معاه، انا جاي اساله بس. ده حتى لو عملتها هيبقوا يبقى هنلعب سنجل بقى. سنجل هو ما جاتش على التمرينه يعني. انت جاي اصلا لاكتر واحد مسالم، فاهم؟ مش عايز اخصم يا عم مع انا ما ينفعش ادخله الفلوج مسالم واطلعه مسالم، يعني لازم يكون في شويه اكشن. فحوله 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 اخويا صراحه يعني. انت عارف ان موضوع تحدي الاوزان ده فقاعه وهينتهي قريب قوي. منتج الناس ايه يا اسطى؟ بص هقول لك على حاجه. خد بالك لا يطرشم اللي هتجيبه مني الدبل. الدبل. يعني انت مش لو جبت 4 عدات انا اجيب 8. خلاص ماشي. اقل من الدبل انا خسرت. ماشي. بقول لك ايه، انا في حاجه واخد بالي منها. دلوقتي انا بصور فلوج انا وانت صح؟ طول ما انا ماشي بلاقي في حد برضه طالع معانا اهو. في ايه؟ ما تفهمه بالشكل. كابتن عبد الله بسم الله. يلا. انا هسالك سؤال خطير. هو انت ليه ما بتعرفش تجاوب وانا بتمرن؟ طب ايه بقى اللي خلاك يا شادي تاخد القرار ان انا هبدا؟ ويا شباب عايز اقدم نصيحه مهمه جدا لاي كوتش فلور بيتفرج على الفلوج ده. بقول لك ايه يا كابتن شادي؟ ايه يا حبيبي؟ انا بكل صراحه عايز كتف زي ده، قول لي اعمل كتف زي ده انا تعبت قوي 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 عشان اوصل للكتف ده. ما انت لازم الناس هتقول. شافت التطور في وقت قصير. صباح الفل يا شباب، فلوج جديد وتمرينه جديده، وبصراحه دي تمرينه مميزه جدا 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 لان انا معايا قدوتي في الحياه، قدوتي في النصايح، قدوتي في الجيم، قدوتي بره الجيم، قدوتي كبزنس مان. معانا كابتن عبد الرحمن صلاح، كابتن عبد الرحمن ايفولف، سموه زي ما عايزين تسموه. يا نهار اسود يا ابني، ايه الانترو المرعب ده؟ الراجل ده يعني انا مش بنام على مش فيديوهاته، اشغل اقعد اقلب على التيك توك لحد ما انام. صراحه يا جماعه هو ده انترو انا لا استحقه بكل لا صراحة. تستحقه بصراحه. انا بعت لبسام امبارح قلت له انا رايح اتمرن مع قدوتي، خلاص هو عارف على طول عارف مين. والله يا جماعه انا بحب الناس دي فشخ، بحب شادي، بحب بسام. هو بسام لو يتواضع شويه هيبقى كويس برضه، فاهم؟ ده برضه حرب ما بيني وما بين بسام، حرب التواضع. احنا النهارده هنودي تمرينه ابر. طب ما تطلع بينا نخلينا نقف، ايه رايك؟ بسم الله. بس لا بس انزل تاني يا شادي معلش. بس بصراحه هي يعني انا شايف ان الموضوع مش هيكون تركيزنا في التمرين قوي. كده يعني انا بقى بقول احنا بنتمرن يعني الراجل ده يا جدعان موسوعه، يعني انا شايف ان هو هسيبه يتكلم وهو الفلوج كله هيبقى كلام وانا بتمرن صامت ما افتحش بقي. احنا بدايتنا على شولدر بريس هنا، وهتاخد تمرينه حلوه النهارده وهنجرب جهاز البرايم الجديد. ويا جماعه الراجل ده محمل اكل، انا مش عارف انا ابقى زيه ولا لا، بس يعني ان شاء الله اعرف اجريه يعني شويه. انا فطران هوا والراجل ده فطران الكالوريز بتاعتي بس خلاص بقى على مدار اليوم. هنبدا بالشولدر بريس، هنبدا نورم اب، وهصور لكم. انا يا جماعه الراجل ده نفسي يبقى عندي بس عشر كتف. كتفي ده لسه نونو. لسه نونو. انا اصلا الفتره دي بتمرن وفي نفس الوقت بعمل سيشنز على الشيست عشان مصاب فيه والله. بس في نفس الوقت برل مع التمرين عادي، يعني مش قاطع تمرين. جدع. فامبارح النهارده ايه؟ النهارده السبت. اول امبارح رحت للدكتور عمل لي نيدلز كتير قوي في كتفي. فاصلا هو قال لي يستحسن ما تلعبش شيست وكتف يومين ثلاثه، فانا كتفي بايظ فاهم. بس قلت اما يعني ايه. لا ما تقلقش، اصل يا ابني الاكيوبنكتشرنج ده يعني ايه؟ يعني ده ابره دي رشختني بجد. بس بص ولا بلاش. قول لا قول. هو ايه الفكره ان انت عملت نيدلز في كتاف؟ انا اقول ولا انت هتقول؟ لا انت قول. انا مش عارف. هي دي بقى الفكره. انا في حاجات كده معينه لازم حاسس انها مالهاش لازمه. لا لازم افهم الشخص بيعملها ليه. بكل امانه انا برضو مش عايز اعمل عداوه ولا حاجه. انا يا جماعه مش بتاع علاج طبيعي تمام. بس الاكيوبنكتشرز الحاجه اللي انا بحسها بجد بتفرق لما حد بيعملها لو انت عندك تريجر بوينتس. ده اللي انا كنت جاي لك فيه، انا مستنيك تقول اقول لك يعني ده الحل الوحيد. هي فعلا يمكن هو شايف تريجر بوينتس انا مش شايفها. الله اعلم. النيدل احنا ما تخش بنخصمش مع حد. لا النيدل تخش تلاقي بيحصل ماسل تويتشنج كده وتلاقيها بتفك. هو ده اللي حصل على فكره، وانا حسيت ان انا احسن خلاص. بس ستيل انا تعبان من النيدلز نفسها فاهمني. بس انا برضه عندي كونتروفيرشال تيك شويه على برضه موضوع الحجامه. لا ده صباح الفل، ده انا بالنسبه لي انا بس عشان الناس ما تحكمش عليا لحد خلاص انا اسكت. يعني انا في حاجات كده اللي هو بحس ان انا هخليها لنفسي. ايوه انا بقى ده اللي انا اقصده. هو كده الفوتج هتختلف لان انا قافل الكاميرا. عايز نحط كام؟ احنا نحط 40 20 كمان على طول كده. ماشي بس عشان انا ما اعرفش الاجهزه. لا الجهاز خفيف ما تخافش يا كابتن شادي. الجهاز مش خفيف، انت اللي قوي يا باشا. انت اللي جميل. انت اللي منورنا. اسمع مني. هو ابرايت بزياده شويه. لو مش مريحك لا تمام ماشي. في شولدر بريس تاني انت اللي بتظبط الانجل بقى بتاعه. لا تمام. اصلا هاخد وان سيت بس وبعدين يعني فهمت. يلا بينا. هنحط كام؟ انا هبدا توب ست 80 يعني 20 كمان. لا مش هخش معاك انا في الرقم ده كده. طب انت يعني حاسس هتخش بكام؟ مش عارف يعني. انا عايز اجرب 20 احس بيه اصلا. انا حاسس ان 20 تبقى. هقول لك حاجه، نحط 20 ايوه شوف. بالظبط. انت خفيفه خلاص كملها. هو ده اللي انا اقصده. انا اشك يعني انا اشك ان انا هلعب ب4 طرات. لا تقدر يا باشا.
انا برضه عشان الجهاز ده انا ما اعرفوش كده كده. فانا مش قادر ابريدكت الاوزان، فاهم؟ يعني بص ممكن بقى ايه تطلع معايا بس جاست ان كيس. بس جامد. ده تقيل اصلا بالنسبه لي. ماشي خلاص. برضه خلي بالك حته ان انت انا ده اللي انا مش عارف الجهاز حته الادابتيشن دي مهمه قوي بصراحه. كده كده. انا عايز اقول حاجه مهمه، انا اسف ان انا قلت حته الادابتيشن دي مهمه. الفلوج ده انا مش هقول فيه اي معلومات يا جماعه، احنا جايين نتكلم في بيزنس وبس، بلا تمرين بلا معلومات. بص انا بالنسبه لي جهاز جديد ما لعبتش عليه قبل كده، مش هاجي العب 6 ريبس، فاهم؟ طبعا وده اللي احنا هنعمله في جهاز الشيست اللي هنكتشفه بالظبط. اللي هو مش إيه؟ هلعب 6 عدات، مش هلعب 6 عدات يعني. انا ماشي ممكن اسبوع في الثاني لو اتمرنت على ده ابدا اجيب اوزان عدله. لو اتمرنت اصلا لو اتمرنت عليه، بس فكره ان انا من اول مره كده لا، ما احبش اعمل الموضوع ده بصراحه. جامد ما شاء الله يا باشا. لو بنلعب جهازك ست عنيفه وانا ما صورتهاش. مش مشكله عادي تاخد ست كمان مش مشكله يا عم. هاخد ست. الفلوج انسبشن ده بدا يعمل لي مشاكل ونسيت اصور الست بتاعتي، بس مش مشكله. انا نصور الست بتاعت كابتن شادي وكده كده هو صور الست بتاعته زي ما انا بصور الست بتاعتي بالظبط. الراجل الله. انجل غير موفقه ولا ايه؟ لا مش مشكله. انت بص في الفلوجز حط الكاميرا وصور. انا بعمل كده والله. وحش والله. 2 3 4 5 6. يلا واحده كمان. نريح اللي جاي. احنا مفيش جاي صح؟ انت عايز تخش وان سيت بس؟ لا يبقى نلعب باك اوف برضه. باك اوف؟ لا خلينا انا اخش هي اصل انا جبت 7 عدات حلوين يعني مش محتاج انزل بوزن. فهتنزل في الريبس. هنزل في الريبس حتى لو جبت 6 7 عدات عادي. ماشي. عارف بقى انا كنت قلبي كان حاسس حاجه. انا هنا بلعب 80، حسيت النهارده كتفي كده ايه مش في احسن حالاته، فقلت اما اجرب 70. الحمد لله ان انا جربت 70. نخش في الاسئله دلوقتي يا جدعان ولا نخليها شويه؟ الراجل ده انا مش جاي اتمرن معاه، انا جاي اساله بس. انت هتورم اب يا شادي طبعا صح؟ هنا شباب الفلوج عندي انتوا عارفين ان انا كده مش بلعب الجهاز ده ليه؟ انا فهمتكم حته ان انا ما بحبش العب بتمارين سنجل كتير، وفي نفس الوقت هنا لما بلعب بايديا الاثنين بيكون خفيف نوعا ما، فبروح على السيت درو. ولكن يعني هو عايز يقول لكم ان هو قوي فقفل الجهاز بالظبط كده. هي الناس عارفه بصراحه فخلاص يعني عارفين ان انا قوي في الرو في اي حاجه في يوم البول وضعيف جدا في يوم البوش، فاهم؟ ايه ده؟ هو ده التيم بيرجعوا لما بتلعب سنجل؟ غريب فشخ. غريبه. طب انت ليه ما تلعبش دبل هاند؟ ما بقول لك هقفله. عشان ده الاثنين بيتحركوا مع بعض. فهمتني؟ اصل هو في العادي ان انت لما تلعب سنجل الجهاز بيبقى اخف. ده في العادي. هنا بقى ده مش العادي. انت دي عايز تلعبها وات رو لاتس؟ مش ابر باك يعني؟ لا خالص. وغالبا اصلا لما القلب بتاعي بيجي جنب التورسو كده ما برجعش اكتر من كده. ده بالنسبه لي انا. ماشي. انت مش تعمل اللي انت عايزه، لو عايز تمارين نكتشفه زي ما انت هتلعبه انا موافق عادي. انا عايز اشوف بس الجهاز ده. زي ما انا بقول لك. هو ايه ده؟ هتقفله والله. ماشي هشوف. ممكن اقفله بس يبقى الوزن حلو. فهمتك. ده حتى لو عملتها هيبقى يبقى هنلعب سنجل بقى. سنجل. هو ما جاتش على التمرينه يعني. خلاص بقى كابتن شادي خليه يشيل المواجع. وانا لعبت الورمنج اب بكام؟ لا ما تسالنيش السؤال ده. مش عارف حتى العب سنجل بكام، اجرب ده كده بس انا ما بلعبش هنا خالص. كابتن شادي انت هتقفل الجهاز بايد واحده اهو. شوف. لا بس مش درجه تقفل يعني. انا عامه احب اعترف لك ان انا عاقل في تمريني يعني مش دي حلوه دي. حلوه دي وركينج. ودي. طبعا هناك هنا. طيب عايز تصور الاداء يعني؟ لو انت بتفلوج مع واحد صاحبك وغيرتوا التمرينه، يعني انت مثلا عندك تمرين شيست يلا بينا وغيرتوا التمرينه، او مثلا عندك تمرين باك وغيرتوا التمرينه، فيعني ما فيهاش مشاكل قوي، ولكن تاكد ان انت بتعمل نفس الباترن او نفس الماسل اكشن يعني ما يبقاش عندك مثلا لات بول داون وايد جريب مثلا فتروح تبدلوها بروينج، ما يبقاش عندك مثلا تي بار فتروح تبدلها بول اوفر،
فلو قررت ان انت تبدل عادي بدل، بس يبقى ايه ستيل نفس الاكشن يعني. كده كده العضله بتاعتك هي مش عارفه انت بتلعب على الماشين هنا ولا على السيت درو ولا بالدمبل. عاش ان شاء الله. يلا بقى انا شايف كفايه تمرين كده بس، وعايز اسالك شويه. خلاص مش هسال يا شادي لدرجه قوه لدرجه ان انت كسرت الجهاز. بس خلاص عايز اسالك شويه اسئله. يلا بينا. بصراحه حاسس ان هي ايه انت هتفيد الناس فيها. انا شفتك بتتكلم عن حاجه اكتر من مره، وهي فكره ان مش شرط ان الوظيفه وحشه 100%. فليه دايما اي انفلونسر او اي كونت كريتور او اي بلوجر ايا كان هتسميه المسمى يعني، ليه دايما يقول لك انا سبت هندسه عشان ابقى كذا، انا سبت طب عشان ابقى كذا؟ يعني ليه الموضوع ما يمشيش بارلل مثلا؟ انت قصدك ان هو بيبقى مشخصن مع الكليه؟ مشخصن بالظبط كده. بص بصراحه بحس ان في حاجه اسمها التوكسيك انتربرينور شيب، او ان انا احاول ان انا اثبت لك ان عشان انا ما بشتغلش عند حد فانا اجمد منك. وعلى فكره عايز اقول لك حاجه، ده ممكن كان يبقى طريقه تفكيري من 4-5 سنين، اللي هو لا انا مستحيل اشتغل عند حد والجو ده. بس في الاخر بتكتشف ان الموضوع مش شخصيات كمان. يعني في شخص ممكن يقدر ان هو يفتح بيزنس، وان انت تفتح بيزنس ده بيجي بمسؤوليات تانية هي عمرها ما هتعدي على دماغك في العنصر الوظيفي. يعني انت لو في وظيفه يا باشا، انت بتشتغل في شركه، هتروح البيت فكك خلاص. الله ينور عليك. لو خدت اجازه انت مفيش حد، انت ممكن تقفل تليفونك مفيش حاجه هتحصل. اما لما انت يبقى عندك بقى بيزنس او كده انت شايل مسؤوليته، ولو الدنيا كبرت معاك الساعات كلها وركينج اورز انت شايل مسؤوليه ناس، فاهم؟ وبتقلق بقى من حاجات تانية هي مش موجوده في الوظيفه. يعني انت لو شغال في شركه يا عم والشركه بتخسر، بس انت بتقبض مرتبك في اخر الشهر، مش تفرق. بس لو انت صاحب بيزنس والبيزنس مش ماشي كويس، انت هتبقى مش عارف هتدفع مرتبات الناس منين. صح. فنقطه مهمه قوي انا بشوفها هو ان انت لازم تبقى عارف انت اصلا التايب بتاعك في البني ادمين عامل ازاي، وده بيحتاج سيلف اويرنس او وعي نفسي، ان انت تبقى ما تتكسفش ان انت تقول انت شاطر ان انت تبقى موظف، ومش عايز تبقى مديرين على طول. بالظبط. فالموضوع كله فكره ان انت مش شرط تبقى صاحب شركه، بس انت ممكن تبقى الدراع اليمين لصاحب الشركه وتبقى بتعمل فلوس حلوه فشخ. لا ما هو بالنسبه لي مفيش فلوس جايه من وظيفه، دي الحاجه اللي انا مش قادر اتقبلها. بص انت في ناس ممكن تقعد معاهم لو عرفت هم بيقبضوا كام في الشهر، واقول لك وتحت ال 30 سنه برضه عشان ايه نبقى واضحين. لا الناس دي بتعمل 6 ارقام في الشهر عادي، فاهم؟ وبنفيتس بقى وبيسافر وبيروح وبيحضر مؤتمرات والدنيا زي الفل. بس في نفس الوقت انت لو اشتغلت الشغلانه اللي هي اللي هو تروح تشاور على حد تقول له تعالى اعمل ده وهديك مرتب، طبيعي ان انت انت اتكلمت في فلوج عشان تعرف ان انا بتفرج على الفلوجات. انت اتكلمت في حته ان انت لو ما فيكش حاجه مميزه، انت زيك زي 5 أو 10 وكله يعمل نفس اللي انت بتعمله. صح. وبرضه اقول لك على حاجه، في ناس ممكن تفهم كلامي ده غلط في حته ان انت يبقى فيك حاجه مميزه ان انت تبقى بتطير. لا يعني انا بتكلم ان انت يبقى عندك سكيلز، يبقى عندك مهارات، ما تبقاش انت مجرد CV او شهاده. لا انت تبقى بتخش المكان ده الناس بتطلبك لان انت بتعرف تعمل حاجه معينه. وبصراحه دلوقتي بقيت بشوف ان اصلا الفرايتي بتاعت السكيلز بقت كبيره قوي. صح. بالذات بعد السوشيال ميديا والتكنولوجي والحاجات دي. فانت بتلاقي جوب تايتلز اصلا ما كانتش موجوده يا عم من 3 سنين، فاهم؟ انت دلوقتي في حاجه اسمها كونتنت كريتور، في شركه تهايره علشان يصور كونتنت، في عندك AI سبيشالست اللي هو ده اصلا من كام سنه ما كانش موجود. فلا في تايتلز بتطلع، في وظايف بتطلع. فانت لو اتعلمت بس حاجه انت بتعرف تطبقها بايدك وبتاخد وقت علشان تتعلمها، انت اوريدي هيتم تقديرك بفلوس وهتعمل فلوس اكتر بكتير من لو انت، وهنا انا اي مين نو اوفنس لاي حد، ان انت لو شغال في كاشير مثلا في مكان، انت فاهم؟ ما انت لو مشيت هيجيبوا غيرك صح بسرعه. صح. لكن انت لو عندك سكيلز اداريه، لو عندك بيبل مانجمنت سكيلز، بتعرف تدير الناس، لو انت اصلا ليدرشيب بتاعك كويس، لو انت بتعرف تاخد انيشيتيفز او تعمل حاجات جوه الشركه تخلي الشركه تعمل فلوس اكتر، هم هيبقوا عايزين الشخص ده طبعا. انت فاهمني؟ واي واحد صاحب بيزنس عاقل، وبرده دي حاجه مهمه جدا مش هتعرفها غير بعد فتره من لما يبقى عندك بيزنس. انت شطارتك مش ان انت تبقى بتعرف تعمل كل حاجه بايدك، انت شطارتك ان انت تبقى بتعرف تعمل الحاجه دي في البدايات، بس ان انت تبقى بيزنس مان شاطر هو ان انت يبقى عندك القدره ان انت تثق في الناس اللي انت بتجيبها وتسيب لهم المسؤوليه كامله. هل شايف ان هي حاجه سهله ان انت تديليجيت اي شغل ليك لحد؟ بص الموضوع صعب لان هو في دايما تحس ان بايدك احسن في كذا لير. ما هو ده المشكله. يعني انت اصلا اول مشكله ان انت بتحس ان انا لو عملت الحاجه دي فانا هعملها احسن. ما هو طبيعي لان هي الحاجه دي بتاعتك، بس انت لو جبت شخص واستثمرت فيه وقت وعلمته ازاي يعمل الحاجه دي، حتى لو عمل 90 او 80% منها، بس انت في شخص شال من عليك 100% من الورك لود، فتقدر انت تركز في حاجه تانية هي تكبرك. صح. انت فاهم؟ اديك اكزامبل، مثلا لو انت عندك بيزنس بيبيع اونلاين وانت اللي بتاخد الاوردرات وبتعبيها وبترد على الناس على الDMs، طيب انت يومك خلاص بقى ال
24 ساعه كلهم مليانين. هيجي لك وقت امتى تفكر في البرودكت الجديد اللي انت عايز تنزله؟ صح. فتلاقي لازم حاجه تسقط منك في اي ناحيه من النواحي. 100% في حاجه هتسقط منك، وكمان مش هيبقى عندك الدماغ الحاضره ان هي تفكر في الجديد، فتلاقي نفسك اتحشرت في حته معينه. هل الديليجيشن سهل نفسيا؟ لا ده 100%. واحد. تاني حاجه براكتيكال وايز على ارض الواقع صعب. ليه بقى؟ لان انت بتبقى عايز تدور على حد يا بيعمل الحاجه زيك يشطر منك علشان تديله فلوس، وهتتعب كتير قوي لحد ما تلاقي بقى حد عنده السكيلز وللاسف امين ومش هيحور عليك. بمعنى مش هيقول لك ان انت انا اشتغلت يا عم وعملت التاسك وتكتشف ان هو ما عملوش، او يقول لك انا اتصلت بالناس وما فيش حد كان بيرد وهو اصلا ما اتصلش بحد. فان انت تلاقي الكاليبر الصح ده صعب، بس في نفس الوقت لما تلاقيه وتتقي ربنا فيه وتديله مرتب كويس وتحسسه فعلا ان انت هو بجد هو مش موظف عندك، هو شخص بيشتغل معاك. لا انت في ناس ممكن حرفيا تبقى اطلب مني حاجه بس وانا هعملها لك كده فاهم. احنا عمالين اصلا نطلع من الموضوع. لا بس هو الكلام كله يعني. بس هل الوظيفه وحشه؟ لا، بس الوظيفه أتفق. الميته وحشه طبعا بكل صراحه. هتلاقي نفسك يا عم ترسف مكنه عبد بيعمل حاجه مفيش بروجريشن. عشان كده انا ضد الكارير باثس اللي ما فيهاش تطور، اللي هي ليها سقف خلاص انت جبت اخرها بدري هي ملهاش اول اصلا عشان يبقى ليها اخر، هتبقى ايه فاهم. وبصراحه انا دي حاجه ممكن الناس تشوفها شيء طبقي، بس انت لو شخص في الجامعه او لسه صغير والانجليش بتاعك ضعيف انت لازم تطوره. صح. لان هو بيفتح لك بقى حاجات تانية. اولا بيفتح لك سالري براكت مش موجود لو انت بتتكلم عربي بس، فانت تحت ال 10000 جنيه ده يعني دي الف ب لاي انسان بيقول لك اعمل ايه دلوقتي ومش لاقي حاجه اعملها. اللي هو انا تايه لو انت دلوقتي. مفيش اي حاجه حرفيا تعملها طور من الانجليش بتاعك لحد ما تشوف هتعمل ايه حرفيا. ليه بقى؟ لان الانجليش اولا بيفتح لك زي ما قلت سالري براكت او مستوى في المرتبات انت مش هتاخده لو انت بتتكلم عربي طبعا. بس او ما يعني بتعرفش تكتب او تتكلم انجليش. ده واحد. تاني حاجه هو بيفتح لك عالم تاني من ان انت تتعلم. انت مش شرط السكيل اللي انت تبقى عايز تتعلمها تلاقي شخص بيتكلم عربي وبيشرحها بالعربي 100% كويس. فلو انت عايز تاخد كورس بالانجليش وانت ما بتفهمش انجليش هتعمل ايه؟ فهو هنا بيحط لك سقف اولا في التواصل مع الناس، في دخولك اماكن معينه وشركات معينه، وفي ان انت تتعلم سكيلز معينه. انت اصلا لو خدت بالك هتلاقي ان اي مهاره بيبقى اصلا الناس اللي بره هي اللي بتعلمها، وبعد 3 4 5 سنين يعني تبدا تيجي هنا ويبدا ناس اصلا تطبقها ويبدا ناس تعلمها. فانت ليه تبقى متاخر 5 سنين عن الحاجه علشان تعرف؟ طب لا، انت لو عندك انجليش بس هتعرف تتعلم. انت سبقت 5 سنين اهو يا عم. بجد اقسم بالله انت لو بتعرف تتكلم انجلش وبتعرف تقرا وتكتب انجلش انت سابق الناس. واقول لك على حاجه، ميتين الأكسنت، ميتين البرونسيشن. طبعا اتفق مليون في المية. هي فكره ان انت تبقى بتعرف تسمع وتفهم وبتعرف وترد. تكتب او تكتب ايا كان انت زي الفل يا عم. بتقول بيبول وزا وبتاع شغال. مش فارق. ممكن تفرق في اماكن معينه بس ماشي، بس انت عديت الليفل الاصعب ان انت بقيت قادر تفهم وترد بس. بالظبط. ويا عم بعد كده الاكسنت دي مع الوقت خلاص. لو انت عايز تتمرن عليها 6 شهور ولا حاجه وهتبقى زي الفل. مش هي دي. يلا بينا. احنا كده بقى لنا نص ساعه رايحين على جهاز الروح. مهاب هيعيط. ده اطول كليب. هو انت كنت بتصور؟ هو افريج الفلوج معاك بيبقى كام ساعه؟ كام ساعه؟ ما كملش ساعه؟ ما بركزش اصل انا كام ساعه فوتج؟ لا ما بركزش. انا غالبا بيبقى 2.5 ساعة الفوتج، بس بيقفل في الاخر 30 دقيقه 40 دقيقه بالكتير قوي. لا انا ما بوصلش للاربعينات دي بصراحه. لا انا حاسس ان الحته السويت سبوت بتاعي ان هو 30 35 32. لا انا من 15 لحاجه و20. 15 ده لو نزلتها الناس تقول لي ايه منزلينها ريل ولا ايه؟ طب انت عارف اقول لك حاجه، اللي انت بتقوله ده يا شادي شيء اصلا يبسطك فشخ. طول ما الناس بتطلب منك كونتنت اطول انت تبقى مبسوط. طب الحمد لله 100%. طول ما الناس عايزه كونتنت اقصر اعرف ان انت كده ايه يا عم كل ده يا عم؟ ليه يا عم ليه؟ ده انا عايز يا ريت ليه الفلوج مش 30 ثانيه فاهم. على قد ما انا بحب الشورت فورم كونتنت على قد ما انا حسيت ان هو بجد حرق مخ البني ادمين. نفس الاحساس اقسم بالله. كل حاجه عايزها بسرعه ومستعجل. احنا الريل الطبيعي انت مش مستحمل تعمله تايمز 2. انجز يا عم وريني بتقول ايه. بس اقول لك على حاجه دي برضو بتقول لي في ناس تستاهل. في ناس لا، انت فعلا لما بتلاقي كونتنت حلو انت مش بتسرعه. طبعا كده فاهم يعني برضو هو بقى اللي انت تبقى مميز هو اللي بقى صعب. انا برضو في حاجه مهمه عايز اتكلم فيها بمناسبه مميز دي، بس بعد ما تخش الناحيه اليمين. انا لسه اصلا عشان اخليه خاصه مع كل الكوتشز بتوع مصر. انا بس حاسس ان الوزن خفيف يا شادي. ماشي. انت جاي اصلا لاكتر واحد مسالم فاهم. مش عايز اخصم يا عم مع انا ما ينفعش ادخله الفلوج مسالم واطلعه مسالم، يعني لازم يكون في شويه اكشن. نخلي الاكشن ده على الجهاز الثاني. ماشي. عشان بس ايه الاديتور ما يموتش معانا. شوت اوت لكابتن بودي عشان بصراحه كل ما بنعوز اي حاجه بيجيبها. احنا كان ناقصنا جهاز انكلاين بريس في الجيم، كان ناقصنا جهاز سمانه، وكان ناقصنا جهاز ابر باك. جاب كل الكلام ده وجاب كمان اجهزه احنا ما طلبناهاش. احنا هنكتشف الجهاز ده. الاجهزه بتاعت مصر لاند حلوه. هنكتشف الجهاز ده جهاز انكلاين. في نفس الوقت برضو لما تكون بتكتشف جهاز جديد بالعقل يعني 3 طارات. لا 3 طارات ايه؟ لسه بقول لهم لما تيجي تكتشف جهاز بالعقل وبتاع. ايه النظام؟ غريب قوي بصراحه. هو ليه بادي من تحت موت.
انزل يا عم لا هي بتترفع اهي. ماشي بس انا حاسك وهنزل بالكرسي كمان. بالظبط. انا ليه حاسس انا عايز انزل اكتر؟ بص كده. لا ما مش هبص الصراحه، هو الاحساس انا اصلا الباث نفسه غريب جدا صح. انا مستني يطلع كده. هو بليه بيطلع كده يعني بص انا حاسه قريب قوي لتجميع الدمبل. لا انا حاسك محتاج تطلع لفوق دلوقتي يا شادي. لو هلعب بدي لو بدي انا هطلع لفوق 100%. طب ما نلعب بدي ونطلع فوق. بالظبط، عشان حاسس ان انت مش هتعرف تلعب تحت وتنزل صح. خد بالك كل ما هتنزل هو الزقه بتاعتك هي ثابته على فكره وكده حلو. ماشي لما نظبط كده بالجريب دي بقى احسن كده تقريبا اكنه دمبل حرفيا. ماشي يلا بينا. طيب نكمل كلامنا. ايه ده ماشي. انا ليه شفت ناس في الستوريز بيلعبوا بالجريب الثانيه؟ مش عارف، كل واحد وطوله بقى بصراحه. انا حاسه على حسب الطول بس يعني. بص انا في حاجه زي كده يا شادي احب ان احنا نجرب طاره. ما انا هحط طاره واجرب ومش هنزهق يعني عادي. حاسه حلو قوي كده. الجهاز ده حلو بصراحه. انت اصلا فاشن ديزاينر. عايزين حبيبي نصور بس بنصور بعد اذنك بس بنصور يا كابتن عبد الله جمال. يا حبيبي يا جماعه في بس كاميرا هنا الراجل اللي عامل فيها ان هو مسالم بقاله ساعه ونص بيتخانق في التليفون وسامعه عمال بيشتم وبيقول الفاظ مش حافظها. طبعا ده يا جماعه فات ده كان بيضرب حد بره. بودي جربت الجهاز ده؟ لا عايز اجربه. حلو. هو انا كده هضايقك لو طلعت ولا مالهاش دعوه؟ يا جماعه كابتن عبد الله جمال بوظ الحكمه دلوقتي. ايه اخبارك يا بودي؟ والله الحمد لله. انت ايه الاخبار؟ انت بقالك ساعه ونص بتتخانق ليه بقى يا حبيبي؟ ساعتين ونص. يعني انت لسه ما بداتش تمرين اصلا. طب انت عارف ان انت بوظت اهم نصيحه كان بيقولها؟ حرفيا احنا غالبا هنضطر نعيده من الاول. لا والله ما بهزر. باظ خلاص. انا عندي وجهه نظر بس انا مش عارف انا صح ولا لا. حاسس ان الواحد يلعب ب5 طارات صح؟ ممكن شادي عبد الرحمن صعب. انا بتكلم عليه دلوقتي فعلا. عليك انت. صح؟ ممكن بس انا لسه ما جربتش ده. طب جرب كده. انا اصلا مش هعرف العب ب4. طب استنى اخش الاربعه الاول واقول لك. بتلبس قلب راب عامه ولا ما بلبسه بصراحه في الهارد سيتس بس في الشيست وخلاص كده. بص مش هضحك عليك، هو بيعمل فرق. بس في كام عدى يعني. ده بقى نفس مشكله البري ورك اوت بالنسبه لك. طبعا مليون في المية. انت مش لابس الشدات تبدا بقى مش عارف اشيل الوزن. كده اتفق مليون في المية. لا والله بيوجعوا لك معدتك. دلوقتي هنجرب الماشين الجديده وزي ما قلت لكم اي ماشين بتجربها لازم تكون ماسك العقل كده يعني ما ينفعش يكون ماشين لسه بجربها والعب بوزن غبي نوعا ما. انا عمري ما بطني وجعتني اكون متاكد ان انا اطلع. عمر ما بطني وجعتني من البري. فدلوقتي وجعتني من البري. بصراحه انا مش عارف اطلع بالوزن ده ولا البري بتاعنا اتليست. بهزر والله ما بهزر. ده مش ما بنصورش ولا اي حاجه. لا من البري بتاعنا اتليست خفيف عشان بس ما نضيعش باور على الفاضي. يلا بينا اجمد. ثلاثة. انا عندي سؤال مهم جدا. انا ما اعرفش احنا كده الاجابه اصلا ما كملتش. اللي انا كنت بتكلم فيه كله من بودي. انا قلت لك النهارده نطرد من فلوجات انت ما سمعتش الكلام. بص عايز تعيدها تاني انت حر. نعيد يا باشا. يلا 1 2 هوب. ما شاء الله. 1 2 3 4 5 6 7 ما شاء الله يا شيخ 8 9 لا عاش فشخ ما شاء الله. فبصراحه انت ما فكرتش يعني كذا مره. بس اقول لك على حاجه يعني انا ده عارفه 100%. في ناس هتبقى بتسف وفي ناس هتبقى بتتريق. طب يا جدعان ده مش بايدينا عشان بس لو حد اتفرج على الفلوج وبيلاقي التوبيك ما بيكملش فده عشان في حد مثلا ممكن يخش معانا. عبد الله طبعا يخش يقطع الفلوج الحاجات اللي احنا ما بنحبهاش دي. طيب بص يا باشا دلوقتي انت عندك بيزنس شغال الحمد لله طبعا بقاله سنين. لو عايز تلخص يعني الجيرني دي كلها في 3 نصايح لاي حد عايز يبدا بيزنس هتقول له ايه؟ انا شايف لو اي شخص عايز يبدا بيزنس في نقطه مهمه جدا لازم ياخد باله منها. اول حاجه هو ان البيزنس اللي هو بيعمله ده يكون بيحل مشكله طبعا. وهنا برضه انا مش عايز ابقى بافور واقول لك مشكله ده معناه ان انت تخترع. ممكن تكون المشكله دي حاجه تافهه جدا يعني حرفيا. يعني انت مثلا شكر بيسرب اقسم بالله بجد. برافو عليك. دي مشكله. شكر ما بيسرب. غيرت فيتشر معينه في برودكت الناس اوريدي بتستخدمه. انت عارف ان في بين بوينت معينه فانت بتحلها. وده على فكره انت ممكن تحله بالباكجينج بالكونفينينس او اللي هو سهوله الوصول للحاجه بفيتشر معين في البرودكت نفسه. فانت لو ما بتحلش مشكله فانت حرفيا ما فيش احتياج للمنتج بتاعك. تاني حاجه هو ان انا شايف ان انت لو عايز تبدا بيزنس في شيء وعايز تعرف انت المفروض تبدا في ايه، انا نصيحتي ان انت تبدا في مجال انت اصلا مستهلك قوي جدا فيه. صح. يعني مثلا معظم الناس لما تبقى عايزه تبدا بيزنس تقول لك ايه اسهل حاجه؟ انا هعمل هدوم، انا هعمل لبس. مع ان هو ما فيش حد عمره ساله انت اصلا الهودي بتاعك ده منين ولا اي حاجه، وهو بيلبس وحش جدا وما عندوش اي ذوق في اللبس ولا ليه ستايل ولا ايا كان. فمتوقع ان انت لما تفتح بيزنس عباره عن لبس هيبقى ازاي عندك برودكت انوفيشن، ازاي هتعمل حاجه جديده، ازاي هتعمل حاجه مطلوبه، ما انت ما عندكش فكره عن السوق. فلا لو انت شخص بقى عايز تبدا بيزنس
في اللبس لازم تكون شخص بيشتري من البراند ده وجرب ده وعرف التفصيله دي حلوه والطباعه دي انهي احلى والماتيريالز عامله ازاي والكلام ده كله. فانت هنا عندك خبره من ناحيه ان انت زبون، او الناحيه الثانيه خالص ان انت يبقى عندك خبره بقى في الباك اند اللي بيحصل في الخلفيه. يا اما عندك خبره في التصنيع، عندك خبره في التفصيل، تعرف تعمل تيك باكس، انت اصلا عندك كونكشنز مع مصانع. فلو انت ما عندكش ده وما عندكش ده بنسبه كبيره هتعمل حاجه ملهاش ايدنتيتي، لان انت ما فيش اتجاه معين عايز تاخد البيزنس ده فيه. هتبدا مثلا تشوف ده عامل براند هودي فتعمل زي الهودي ده، وتيجي في الدروب اللي بعديه تعمل زي الهودي ده، وتيجي في الدروب اللي بعديه تعمل هودي ده. انا كده بشوفها بقى انت البيزنس بقى سبوبه سبوبه بالظبط. انت هتعمل ايه؟ هتشوف ايه الترندي وتعمل زيه. لكن هل البيزنس ليه هويه، ليه ايدنتيتي وعايز يمشي في طريق معين؟ لا خالص. انت بس بتقلد اللي موجود واللي بيتباع على ما تفرج بس وجيب قرشين وخلاص. فاهم؟ وعلى فكره عايز اقول لك حاجه، هو ده بيزنس موديل بيشتغل، بس عارف ايه مشكلته؟ ان انت لازم تفضل على طول تعمل ترندات، بس البيزنس بتاعك الكور بتاعه ايه هو مش موجود. انا اظن دول نصيحتين. بقى واحده بقى خلينا نقول لو انت عايز تبدا برضو بيزنس، انا شايف ان حاجه مهمه جدا ان انت تكون بتعرف تعمل كل حاجه في البيزنس ده. وما تفهمنيش غلط، في مش معنى ان انت تقوم بكل حاجه، بس تكون بتعرف تعمل كل حاجه. بتعرف تعمل كل حاجه. لا بقول لك مش ان انت تقوم بكل حاجه، ممكن تقوم بكل حاجه في بدايه البيزنس، في بدايته بس بعدين هتضطر تديليجيت حاجات. في مقوله كده ناس تقعد تقول لك ان لا اللي بيعمل كذا حاجه هو مش شاطر، هو لازم تبقى شاطر. صاحب بالين كداب. صاحب بالين كداب. لا هو عادي، صاحب بالين ممكن ما يبقاش كداب وممكن يبقى شخص ناجح. فبيقول لك جاك اوف اول تريدز از ا ماستر اوف نون، بس اكشلي بقيه الكوت but a jack of all trades is better than the master of only one. انت فاهم؟ فلا انت هتبدا بيزنس، اعرف ازاي يبقى عندك فكره ازاي تعمل ديزاين، ازاي تغلف، ازاي تعمل ويب سايت، بيسكس علشان بس تقوم البيزنس على رجليه. بعد كده لما الدنيا تمشي معاك ابدا يا عم هات ناس، بس انت هتبدا البيزنس ان انت تحرق فلوسك على الفاضي؟ لا. وتاني حاجه لما انت بتبقى فاهم بيسكس في الحاجات انت بتقلل فرصتك ان انت تتلف او حد ينصب عليك. طبعا ودي كده حاجه لازم هتحصل لو انت مش عارف تعرف يعني مش شاطر في الحته دي. انت فاهمني؟ فليه يا عم؟ لا. فعندنا لو هنجمعهم، افهم في اللي انت بتعمله يا اما في التصنيع يا اما في الاستهلاك. ابدا بكوست واطيه وتعلم الحاجات كلها عشان تقلل الكوست وما تتلفش في الشغل وحل مشكله. لو انت عملت الثلاث حاجات دول وقعدت فكرت كده وطلعت بحاجه بنسبه كبيره هتطلع منتج بيقول. فاهم؟ وبعد كده بقى انت ربنا يكرمك يعني. طيب يا شباب الفلوج ده كنز، والله كنز بجد. والله راجل محترم. لسه في توبيك تاني هنتكلم فيه، ولكن بعد بقى على الماشين الثالثه. عارفين يا جماعه انا كنت بقول ان البري ورك اوت لو اتعودت عليه فده بقى هتيجي في ايام يعني ايه لو معكش بري ورك اوت تحس ان التمرين مش احسن حاجه. عايز اقول لك بقى ان الالبو راب اوسع. لو انت اتعودت ان انت كل توب سيت او كل مجموعه بتلعبها بالالبو راب، والله العظيم ما هتعرف تلعب مجاميع عاديه، هتحس بالضعف. دي حقيقه. وانا بعاني من الموضوع ده بصراحه، ولكن لسه مش قادر اخد ستيب يعني في الموضوع ده. دعواتك. انت عامه محتاج تربط الدراع الثاني ده لان هو فك اصلا. ما انا قلت هربط الاثنين اشد جامد بعد ما احط الوزن. انت عايز كده كام يعني؟ انا حطيت 85 حاسس ان هي كانت ايزي، فممكن نحط 5 كمان. ما شاء الله يا شادي انت فعلا ما شاء الله قوي. اخويا يا جدعان. عارفين يا جدعان انا بحب الراجل ده ليه؟ بعيدا عن النصايح. والله يا ابني انا اللي بحبك. والله العظيم ده بجد بعيدا عن النصايح. انت عارف ان انا قعدت اقول لهم انا اصور فلوج مع حد بحبه وبتاع، ده مش كلام انت عارف يعني والله. عشان الراجل ده طبيعي في زمن الناس طالعين فيه بقى بيتعدوا على الصوابع يا جدعان. انا حاسس ان انا في بيئه محوطاني من كل ناحيه. هنا سترويد يوزر، ابص يمين الاقي سترويد يوزر، ابص ورايا الاقي سترويد يوزر، خصوصا في الجيم هنا. هو للاسف في الجيم هنا للاسف كله. انا بخش اصلي مثلا في الاوضه في البوزنج روم الاقي واحد قاعد بيضرب قدامي. طبعا انا بحب الجيم والله لازم بحبه جدا 100%، بس الكوميونتي برضو اللي حواليك بتاثر عليك 100%. فغصب عنك تبدا تحس اللي هو يا جدعان في ايه. انا عمري ما كنت بقعد اشغل بالي طبيعي ولا مش طبيعي طول حياتي. بتمرن لنفسي صح، بعمل عضلات حلوه صح، بستمتع بالتمرين صح، خلاص صح. انا مؤخرا بقيت بقعد احسبها هدخل سترويد، ما ده مش طبيعي، ما ده بص زاد ايه ده، انا عمري ما كنت كده. بص يا اجري معاك، بس على فكره عايز اقول لك حاجه، بعد كام سنه الموضوع ده هيختفي ولا هيفرق معاك خالص بقى بجد. اتمنى. انا اصلا دلوقتي اي حد بيجي يسالني مش عارف كذا طبيعي، اقول له يا عم وانا مالي. لا وانا مالي اللي هو بجد انا فعلا مش مهتم يا عم، ما يبقى مش طبيعي لنفسه، طبيعي لنفسه. انا بس الحاجه اللي بتستفزني شويه هو ان الشخص يبقى كذاب. بس انا ما بحبش تقولها، انا بقول لك قولها عشان عارف انت هتقول كده. انا ما بحبش ودي حاجه انا ما بحبهاش. انت عارف انا عندي استعداد ايه يا باشا؟ الناس كلها تقعد تسالك طبيعي ومش هتردش عليه. والله العظيم احييك. لسه حالا كنت هقول كده، اقول لك انا على فكره ما عنديش مشاكل مع اللي بياخد وما بيقولش، صح، ساكت صامت بالظبط عادي، بس تبقى تطلع تكذب على الناس لا دي وحشه قوي، دي سيئه يعني. وانا اعرف ناس كده للاسف، فالموضوع فعلا ما بحبوش. بس بجد انا في ناس بحترمها الناس ساكته، الناس تفشخ بعض، ده طبيعي لا مش طبيعي، لا طبيعي لا مش طبيعي. فاهم؟ انا ماليش دعوه. انا اصلا يعني انا ما بحبش يعني، وانا عارف ان ده شيء يعني مش محتاج ان هو يتقال، بس انا اصلا ما بحبش يعني خصله الكذب دي، انا ما بحبهاش. انا يا عم بصراحه بص انا بتعامل مع الناس زي اللي انا شايفه. انت شادي جيت قلت لي يا عبد الرحمن انا بحبك وانت شخص انا انت تشوف المعامله انا بالنسبه لي لا، انا بالنسبه لي يا عم انا هاخد الكلام اللي شادي هيقوله لي ده تمام.
يعني انتل بروفن بشكل غلط. وبرضه في نفس الوقت لما ببقى عارف الحاجه زي كده بعمل نفسي عبيط بصراحه. الموضوع ده ممتع. كده كده بسم الله. يا رب بقى كابتن عبد الله جمال. يا حبيبي بره الفلوج يا حبيبي. بعد كابتن عبد الله جمال. انت مطرود. لا مش مطرود. لا بص الله. طب وانا لسه هقول الراجل راح غلطان في حد. شفت بقى ايه ده؟ وبعدين اصلا ما خدش باله من اللي انت بتقوله. خلي بالك يعني انت لسه بتقول لا وبتاع. طب عايزك ايدك بس يا كابتن ايدك بس. عايزك مش عايز اخش المجموعه. ايدك بس. يا كابتن عبد الله انت تحدي الاوزان كده عمل لك مشاكل في دماغك. انا عايز اقول لك ان عمل مشاكل في دماغي مش قادر. ثانيه بس انت بقالك كام يوم عامل ديفيسيت. طب انا الكوع هيموتني بس من اللفه فهخش وايه. يلا بودي بسم الله. اوب. طب يا عم ده لسه سيب. ليه؟ عشان الكلام ده غلط يا جماعه. ما مش عليه. او حد الصوت مش واضح اصلا. صح مفيش حد سامعك عامه. الحمد لله انا ماليش راي في مش كده يعني. انا عايز اقول لك على حاجه. مايك انا ده؟ مايكا كنت. اتفضل. عايز يجرب اخويا يا جدعان اللي منور الفلوج اهو. انت مصور الفلوج بالمايك بتاعي. المايك بتاعي ضاع والله مش لاقيه. والله ضاع بجد. والله. نسيته في جيم مش عارف. مشاغل الحياه برضه خلي بالك. انا بصراحه عاجبني الجهاز هنا. انت عاجبك؟ تخش مجموعه كمان؟ لا مجموعتين بس. انا حاسس ان انا عايز اتهور. اخش مجموعه كمان احط 10 كمان. يلا بينا يعني نحط 20 فوق يبقى 5 طارات. فحوله. اخويا صراحه يعني. انت عارف ان موضوع تحدي الاوزان ده فقاعه وهينتهي قريب قوي. فقاعه؟ يعني انا بس فقاعه بس عايز يعني اشتغاله كده يعني اي كلام. لا شفت الفيديو بيك احسن عشان ربنا. انت كده احسن تاني. منتج. الناس بتحبنا مع بعض عشان كده فاهم. متع عينك بالوزن اللي انت ما بتعرفش تحركه. انت عملت تحدي الاوزان مع بعض قبل كده؟ سمانه. ايه يا جدعان القرف ده؟ بقول لك ايه ما تحط لي دي كده جوه عشان انا. لا ايه يا اسطى ده؟ ايه تلعب كام عدى؟ نص عدى ولا ايه؟ بلعب عدتين وربع. ايه يا اسطى؟ بص هقول لك على حاجه. خد بالك لا يطرشق. اللي هتجيبه مني الدبل. الدبل. يعني انت مش لو جبت 4 عدات انا جبت 8. خلاص ماشي. اقل من الدبل انا خسرت. ماشي. انت عكست. انت واخد بالك انت اللي هتجيب الدبل ولا انا؟ حبيبي هو الكلام مش واضح مش مفهوم. لا اوضحه لك. هو مش منطقي يعني. مش منطقي. هو من الاخر يعني بيقول لك ال4 عدات اللي انت هتعملهم انا هجيب 8. يا ابني انا عندي فحوله مفرطه الايام دي. يلا العب. 1 2 اوب. 1 2 ايزي 3 فحل 4 فحل فعلا. والله فحل 5 ايه يا ابني. انا بقى اصلا المفروض ما اعرفش مسات صحيح. نسيت الموضوع ده. اقسم بالله مهم يعني مش سوري. الشباب بقى عشان الفتره دي طايش قليل الادب طايش. مفيش مسؤوليه خالص. خلي بالك ان الفتره دي في البرايم. كل يوم اقفل عليك انت كيف. يا ابني الجو ده ما بيمشيش معايا يا ابني. هكسر عينك قدام صحابك قدام الناس بتوعك. بص يا حبيبي لما تلعب 3 مجاميع تكون في مجموعه ثالثه ابقى حركها. انا ما سخنتش. انا اوريك يا جماعه. هوصيها كده. بص بقى انا هقول لك على حاجه بجد. لو انا عارف ان انا هلعب بالوزن ده اراهنك المره الجايه من اول ست هلعب 110. قول ان شاء الله. سبق ماشيه يا ابني. انت في ان شاء الله انت فيه نجرب جاز. بقول لك ايه انا في حاجه واخد بالي منها دلوقتي. انا بصور فلوج انا وانت صح؟ طول ما انا ماشي بلاقي في حد برضه طالع معانا اهو. في ايه ما تفهمه بالشكل. كابتن عبد الله بقول لك احنا هنقفل لو عايز يا عم نعمل فلوج ماشي. يظبط معانا وكلمنا وبتاع فاهم. يعني نظبط مع بعض. ولا انت لازم تطلع مع ناس تحدي اوزان وتقعد تعلم عليهم وبتاع عشان انت قوي يعني. عند شادي. انا عايز اقول لك يعني بص الفيديو ده هجيب فيوز اعلى من الفيديوهات الثانيه. لا يا حبيبي هنشوف يا جدعان. القدوه هو اللي هيخلي الفيوز تطلع عاليه. ده قدوتي في الحياه. اعلى فيديو ليك كان معايا. لا ما حصلش. اعلى فيديو ليك مع شخص كان معايا والله ما حصل. في الاول اول ما بدات الشانل طبيعي. ليه بقى؟ ثانية. لان انا ما حكيتش حد يعرفني فلما يشوف بودي فيجي يقول لك ايه طب ما نخش نشوف الفيديو. يعني الناس قلبتك دلوقتي مش عارفاني يعني. بص عايز يقول لك يعني من الاخر يا ابني انت طلعت بسببي. لا بص بقى ودي ده هيبقى اعلى فيديو للناس. نوري بقى يعني شويه بيقول لهم 9000 جنيه مش مشكله. عايز يقول للناس انه مش فارق معاه ودلوقتي يقول للناس انا اللي مطلع الشانل دي. عامه يا جماعه اي حد يقول لكم ان هو غلبان يعرف ان هو مش غلبان. طلعت ايه ده اصفر وحش قوي. دلوقتي بقى يا باشا نكتشف الجهاز ده. او بصراحه يا جماعه احنا مش هنغشكم. احنا اكتشفناه قبل ما نبدا الفلوج. ما احنا اكتشفناه يا ابني بقى حملنا الاوزان دي بصراحه كلها. يعني وظبطناه كمان. احط 20 كمان. انت ممكن تحط. انا غالبا ممكن اخشها وركي. طب خش. يعني مش هقعد بقى ايه تفزلك. حلو قوي. اديني في التزييق. هي اجهزه برايم اول ما بتيجي بتحتاج بس ايه تتزيت. عارف ان في مشكله كبيره ايه بقى؟ ان انت تحط اوزان هنا تحط اوزان هنا. ما هو طب افرض خفيف خلاص بقى يا 25 بقى شادي. الله انت فين شداد ايفولف بس لو مؤاخذه. في الشنطه عيب عليك. ماشي. لا في الشنطه والله ده شدادي المفضل. طبعا يا جماعه اي حد يشوف المنظر لا ايه ده
سؤالك عمال يتجاوب كل شويه يا شادي، اجابات اوضح فاوضح فاوضح. اي حد يا جماعه بيسال ليه عامل المنظر المعفن ده، ما عنديش تفسير. اقول ايه طيب؟ ما هو هنا يا تدخل اوزان هنا يا تحط اوزان هنا، للاسف ما ينفعش تحط ناحيتين، وللاسف الواحد محتاج يزود، فيعمل ايه؟ عارف دي معناها ايه لما اقول لهم للاسف الواحد محتاج يزود؟ شغل عبد الله ده. انا قوي. بسم الله. يلا انا هسالك سؤال خطير، هو انت ليه ما بتعرفش تجاوب وانا بتمرن؟ عارف كده لما انا مثلا بقول لك ايه يا شادي ما تشرح لي حاجه واروح مثلا لا بالعكس انا مركز معاك، بس هو الفلوج بحسه يبقى كده فاهم؟ ماشي انا هسالك اللي هو في الاجابه هيبقى بالنسبه للناس اللي بتشوف على تيك توك الصابواي سيرفر اللي بيجري تحت، صح؟ واحد بيتكلم والتاني بيتمرن، بس اللي بيتفرج على الفلوج فاهم السيكونس ماشي ازاي. طب خلاص نخليها براحتك خالص بعد المجموعه. اصلا الستراب ده واسع عليا قوي. هي الصراحه بقى دي ميزه السترابس دي ان هي ملهاش مقاس. انت خدت بالك ان البتاع اللي انت حاطه وقع؟ ماشي يا شادي ماشي. خدت بالي، وقعت تقول يا رب الطرات ما تقع. لا هي اصلا البتاع فك. بص الاستراب واسع لانهي درجه ان انا سحبت ايديا منه. انت على فكره الهودي ده كان مرشوش عليه بيرفيوم يا شادي، كان مرشوش عليه حاجه، اصل انا عمال ريحتك كل شويه تطلع. بجد مش عارف، انا رش اولد سبايس عادي جدا لقيتها في الشنطه وانا بدور على المايك. ممكن يبقى ريحته هو بقى. لا بس يعني بس اولد سبايس ريحته ايه؟ ريحته نظافه. انا ما فهمتوش بصراحه. ماشي. قصدي عارف انا كده لما بقعد اشم حاجه معينه فاهم، عماله كل شويه ريحتها تطلع. انا هخش في سؤال مهم جدا دلوقتي. انت دلوقتي انا واحد بحب الكونتنت بتاعك وده بجد مش كلام يعني، والله العظيم بحب اتفرج عليه فعلا والله. وعلى فكره في فرق ما بين ان انا بشوف الكونتنت واحب ان اتفرج عليه. انا ليا ناس كتير قوي اعرفها وحبايبي وكل حاجه، بس عادي انا بشوف الكونتنت ماشي، بس ممكن اكون بحب فعلا ان انا اتفرج على حد. فانت من الناس دي والله ده حاجه تبسطني فشخ. وانت ما اظن مش بادئ الموضوع ده من بدري، يا اما انا ما فاتنيش حاجه. الشورت فورم لا شورت فورم. فانا لسه يعني يعتبر معاك من اول الرحله اهو. هل انت لما جيت تاخد الستيب دي حسيت اللي هو ده شكل كونتنت مختلف، ده اصل الناس ممكن تبص لها هيشوفوا بقى فاهم يعني دماغك سوحتك في حاجات كتير، ولا حسيت ان يلا بينا خلاص؟ بصراحه يلا بينا. بص انا مقتنع برضو ان انا مفيش حد يعرفني يا شادي، فاهم؟ لازم ابقى واقعي مع نفسي يعني. ليه بتقول كده؟ عادي يعني انا مش عادي، انا شايف ان انا هعمل يا عم كونتنت جديد، فانا هابيل كده جاي مليون في المية ديموغرافي مختلف ومفيش حد يعرفني فيه فعلا، فعادي. وانا برضو بص ادام انا بيني وبين نفسي عارف ان انا بقدم حاجه كويسه وحاجه محترمه ومش بقل من نفسي، فايه المشكله؟ فاهم؟ صح. انا متاكد 100% ان في ناس هتقول هو فاكر نفسه مين ولا الكونتنت ده كرنج او وات ايفر، بس انا متاكد ده انا مهما عملت اصلا ده هيحصل طبعا مليون في المية. فانا بس بعمل حاجه انا ضميري يعني مرتاح، انا مبسوط بيها، وانا حاسس ان انا عندي حاجه انا عايز اقدمها للناس، فبقول تعرف ان احنا يعتبر بادئين موضوع ان احنا حرفيا مع بعض. ما انت يا ابني انت بتقول لي انا عايز انزل بكلمه بقول له في تشالنج داخله السنه دي بص موت، فبيقول لي وانا كمان، فبقول له ان انا بوست كليبس ديلي يعني ريلز ديلي من الفلوجز، لقيته بيقول لي وانا كمان. انا كنت فاكرك هتصور فلوج كل يوم. لا ما اقدرش، ده انتحار يعني. ما اقدرش. لا صعب. فانا بص بصراحه شايف ان انت لو عايز يا باشا تعمل كونتنت اعمل، الموضوع بجد ممكن يغير لك حياتك. انا لما جيت اعمل فلوجز الموضوع ما كانش سهل عليا عشان حاجه. طبعا كده الموضوع جه وانا حكيت الموضوع ده انه جه في يومها وبتاع وكل الكلام ده، بس الناس ما تعرفش موضوع الكاميرتين اللي اشتريتهم في يوم واحد دي قصه تخليك تعيط اصلا، حاجه حزينه موت. لما جيت اعمله كنت بصراحه قلقان مش هضحك عليك من حاجه. ايه بقى؟ مفيش حد بيعمل فلوجز، ايفولف بتعمل. مظبوط. مين غير ايفولف؟ ولا حد. دي حقيقه. وايفولف بتعمله من سنين، ركز في ده. صح. فانت هتيجي تعمل حاجه انت لسه هتبدا، ويوتيوب كمان ايه انت لا مش زي بقى تيك توك فاهمني؟ فانا بصراحه ليلتها، بس هو الموضوع ما خدش مني تفكير اكتر من يوم يعني انا فكرت الظهر خدت خطوه الفجر. صح. بس قعدت طول اليوم انت هتعمل حاجه مش موجوده، مفيش غير حد بس هو اللي بيعملها. صح. طب هل الناس تشوفك؟ هل كذا؟ طب هيشوفوك ازاي؟ طب هل انت هتعرف؟ على فكره حته الفلوجز دي مش كل الناس تعرف تعملها حقيقي. انا ممكن اعمل لك كونتنت شورت فورم جامد قوي، بس افتح الكاميرا واتكلم. صح. بتكلم بجد. أيوة. هتلاقي ان انت خلاص انت ما عندكش حاجه تقولها. طب ايه بقى اللي خلاك يا شادي تاخد القرار ان انا هبدا؟ ده بقى نفس الكلام موضوع ريل امبارح اللي كنت بتكلم فيه، قعدت اقول انا عملت، انا ما عملتش، والله ما حدش مهتم. صح. اعمل يا عم. صح. وحد معلش حد يعرفك. طب ما هو انا لسه بقول لك انا مفيش حد يعرفني يا ابني. نفس الكلام قلت هو حد يعرفك اعمل ايه؟ اوحش الظروف مش هتتشاف يبقى انت عارف ان الحته دي مش حتتك. صح. اتشافت ولقيت الدنيا حلوه والناس حابه ده يبقى كمل. بس اقول لك على حاجه، انا ممكن لا اتفق معاك في نقطه، في حته انت مش هتتشاف ومحدش هي كده ان الحته دي مش حتتك. انا بشوف ان انت بس ده انديكيتور بصراحه، انديكيتور. ما انا هقول لك على حاجه، هو انديكيتور ممكن يبقى مثلا الناس ما بتشوفكش. بص الناس ما بتشوفكش يعني كونتنت ما بيجيبش فيوز. لا ما بتكلمش على كده، ان الناس مش متقبلاك بالظبط هو ده اللي اقصده. ده بص لو في اجماع على ده فرحم الله امرئ عرف قدره. وفي ناس بشوفها كده يعملوا حاجه الناس مش متقبلها. صح. دي حقيقه ويفضل يعاند في الموضوع. انا فاهمك. بس قصدي فكره ان انت لسه
مش اشطر حاجه. لا عادي. هو سكيل. انا ستيل شايف ان انا مش اشطر واحد بيعمل فلوجز، ستيل شايف ان بس انا هقول لك على حاجه، ودي حاجه بسم الله ما شاء الله، انت بقالك بتعمل فلوجز قد ايه؟ 8 شهور بالظبط، مش كونسيستنت يعني. والفيوز بتاعتك ما شاء الله فيري كونسيستنت. السبسكرايبر كاونت عندك زاد بقى فعلا حلو، وفيوز تو سبسكرايبر ريشيو عظيم. وبصراحه دي حاجه هقولها لك، الفلوجز من اكتر انواع الكونتنت اللي بتنمي كونكشن. وفعلا الناس هتقابلك في اللي هو يا شادي انت عندك المش عارف ايه اللي انا بحبه. فانت الناس بتحس ان هي قريبه منك، لان هي اوريدي بتشوف حياتك انت بتعمل فيها ايه. طبعا. وحتى لو الفيوز اللي بتيجي على يوتيوب ارقام لا تقارن بفيوز تيك توك وانستجرام، طبعا. بس صدقني ان حد يشوفك 45 دقيقة ده معناه ان هو 100% بيحب. وانا دايما بقعد اقول ان اليوتيوب البلاتفورم الوحيده ان انت بتخش الفيديو بارادتك بايدك انت 100%. يعني انت تيك توك انا هطلع لك FYP على بالظبط، تيك توك هتطلع لك غصب عنك. لا ويوتيوب هتطلع لك في السجستشن، بس عمر الفيديو هيبدا بس نفسه. ان هو يبدا ويفرج ويكمل، فده معناه ان انت فعلا في حاجه بتقولها. دي حقيقة. انا بقى لما كنت بقول ان ده يبقى لو انت عملته والناس ما حبتش ده، ما كنتش بكلم كفيوز خالص. انا فاهم تمام. كفيوز مش فارقه. انا عملت فلوجز اقسم بالله العظيم فلوج تجيب 100 فيو عادي، وستيل مش جايب فيوز اللي هي اقول لك مكسره الدنيا. انا بالنسبه لي انت بتجيب 6000 انت فوق دماغي والله. ده اقسم بالله يا ابني انت ما فاهم على يوتيوب ده قد ايه فعلا. يمكن مش فاهم عشان لسه ما تعمقتش. لا وخد بالك انت كمان بتقارن بلاتفورمز مش فير. فالاول بعدين قعدت اشوف فلوجز، لما قعدت ارجع عليها كده 150 600 فيو 700 فيو، بعدين طلعوا ال 1000، ال 1000 طلعوا 2000، طلعوا 3، فاهم؟ فابتدى يبقى في كوميونتي يوتيوب دول لوحدهم، فاهمني؟ فبصراحه دي وجهه نظري. لو انت دي بقى رساله موجهه للكاميرا، لو انت في حاجه عايز تعملها اعملها وما تخافش من حاجه. اوحش الظروف يا اما انت هتكون فاشل في الحته دي مع احترامي، والفشل مش فيوز زي ما هو قال، ولكن عدم قبول يعني انت مش عارف تقدم الحته دي، مش حتتك. مش حتتك، او ان انت فعلا مع الوقت هتلاقي ان الموضوع ورثت يعني وجايب همه. وبرضه خد بالك يا شادي، انت في حاجه مهمه جدا، انت لو فضلت حاطط نفسك في حته انا خايف اجرب، ما انت هتفضل ممكن سنه خايف تجرب. طب يا عم جربت والدنيا باظت، الفكره واترمت في الزباله. صح. نموف اون بقى للي بعديه. ومعلش بقى ده مش في الكونتنت بس يا جماعه، اتمنى تفهموا. انا مش مرغوب فيا يا جماعه النهارده. باب الجيم مش من هنا خالص عامه. هتطلع شمال في شمال هتلاقيه في وشك. يا جماعه انا بس عايز اقول حاجه مهمه، اللي هم بيعملوه ده نكش ما بينهم وبين بعض. اوكي الناس حافظه عني فشخ كمان. انا بحب الاثنين عادي. لا يا جدعان انتوا عارفين ده. بص قالها لي واحده كده اللي هو ايه يعني، مبسوط اني شفتك. يلا بعمل لك فولو باك. فاهم. فاحنا في توبيك يا جماعه اتكلمنا فيه، بس تقسم الفلوج بصراحه ما اتحطش. مش مشكله يا باشا. هي حته لما قعدت احكي له يعني ايه عن ذكرياتي في الكوتشنج اون فلور. يعني دي بقى على فكره اللي بيقول لك ان الكوتشنج اون فلور ما فيهوش فلوس هو مش مميز. دي حقيقه. هو مش مميز، بس انت ما تقارنهاش بالاونلاين بعد اذنك. انت قارن نفسك بالكوتشز اللي زيك. شغلانه اصلا مختلفه تماما. ده اللي انا فهمته عشان جربت ده قوي لفتره لسنين وجربت ده لسنين، فاقدر اقول لك دي حاجه وده حاجه تاني خالص حرفيا. المهم هو فيها فلوس ماشي، بس عايز اقول لك على كام حاجه بقى فيها هلكه صحه بنت يعني. بصراحه معظم الكباتن بتوع الجيم الشاطرين اللي انا اعرفهم اللي بيعملوا فلوس ما عندوش وقت يعمل اي حاجه، ما بيتمرنش. انت وصلت معاك كده؟ طبعا ما باكلش، مش ما بتمرنش. ايوه. ما عنديش وقت اطلع اخد بريك عشان اكل. نفس الكلام. لان لو خدت بريك في 1000 كلاينت هيجي لي العب ايه؟ صح. فبتوصل بقى ان انا 12 ساعه 13 ساعه ورا بعض. انا كنت بخس بس. صح. انا يا باشا اولا والله بقفل ستيبس 22000 ستيب في اليوم. ليه؟ كل يوم. وانت اصلا المينتنس بتاعك كتير فشخ. كده بقى انا بخس. انا عارف انا قعدت ابني فتره ما بتطورش، انا بنشف والعضله تقريبا زي ما هو فاهم. بجد فتره ده اللي هو سنه ان هو فضل زي سنه ونص فاهم. الحمد لله ان هو فضل زي فالموضوع مهلك. لا انا فعلا معظم الترينرز الشاطره اللي بتعمل فلوس بصراحه حاجه من اتنين، وهبقى واقعي جدا. لو هو ناتشرال ما فيش عضل، لو هو ريوزر انت عارف ان الابيرنس بتاعك اهم 1000 مره لو انت كوتش فلور من اونلاين 100%. الناس بتشتري بعينيها ده بجد. بس سؤال، انت بقى ساعتها وده كنت فورمه؟ دي حاجه ناقصاني. لا كنت فت. لا طب ما هو فيس كنت بتعمل فلوس. بعمل فلوس بس اقول لك على حاجه بس مش شطارتي. كان اقول لك على حاجه، كان في كوتشز والله ما اقصد اي حاجه، انا عارف ان هم مش شطارتي وما اقصدش حاجه فعلا ماشي. بس هم بيعملوا فلوس. كانوا بيعملوا اكتر منك؟ لا بس كان بيعملوا بسبب ايه؟ بسبب ان هو واقف جت. انا حصلت معايا قبل كده ان انا كنت في الجيم، كان بيطلع لنا فيتنس بروفايل كده اللي هو يعني كلاينت لسه مشترك، فطلع للكوتش، فهم بيوزعوه قال لي اي كوتش هو يجرب. فاول ما طلع هم كانوا اثنين والله ما ناسيها، كانوا اثنين صحاب. واحد راح لكابتن بدون ذكر اسماء كان ما شاء الله قدي 3 مرات، هو سترويد يوزر بس غبي يعني فاهم. واحد طلع لي فقال له ايه يا عم انت رحت لده وانا رحت لده؟ لا يا عم خدني معاك. ده قدامي. ايوه انا فضلت قاعد حبه كده انا مش فاهم هو بيقول ايه. عادي كبرت دماغي. صح. حصلت بيا برضه انا كنت بمرن حد. طبعا على فكره انت بقى ككوتش فلور انت بتقابل كل الفئات العمريه، بتقابل كل الكيسز اللي ممكن تقابلها في حياتك، بتجرب حاجات يعني فاهم. فالمهم جالي واحد 40 سنه قعد معايا جوه في اوضه الانبادي بنتكلم بندردش بتاع، راح قال لي يا باشا والله انا اقسم بالله ده حصل. قال لي انا مش في بالي بقى عضلات وبتاع، لو حاجه زيك كده يبقى حلو قوي، معانا 2-3 نوصل للفورمه دي. ده اللي هو لما حد يقول لك انا مش عايز ابقى زي البيج رامي بس عليك حصلت. قال لي حاجه زي كده يعني 2-3 يعني لا اللي هو حاجه فاهم. انا خدت الصدمه فاهم.
فاهم؟ اقسم حاجه بالله بس امشي بيها سكت اليوم كده، قلت له ان شاء الله قبل كده نكون واصلين. بس اقول له ايه طيب؟ ووصل لحاجه في الاخر ما اعرفش بقى يا عم، تقريبا سبته واديته لكابتن تاني. تبقى مهينه قوي فاهم. فاللي عايز اقوله بس بقول لك ايه، مش مهينه اكتر من الواد تبقى انت الاولاني. لا تبقى انت ستيرويد يوزر ومش قايل لحد، وحد يجي يقول لك بقول لك انت لو وديت سايكل هتبقى في حته لو تانية. وديت سايكل وانت مش عارف تقول له حاجه. اللي هو انت بس ناقصك بس تاخد ستيرويد هتبقى زي الفل. ربنا معاك يا مهاب بجد بجد والله. انا مصاب في الشيست، المفروض ابقى على الهادي يعني. طب يا ابني ما اهدى. انا بجد محتاج اللي يهديني دايما في التمرين، دايما بقول كده. اي طب حد اطلع بيتمرن معايا معايا، بس قدام. اي حد بيتمرن معايا دايما بقول له انا محتاج اللي يهديني. انا عندي حته كده ايه بالنسبه لي ده مش اصلا مش مريح بالنسبه لي. في جهاز تاني لو عايز نروح. لا اريح، انا مش عارف اطلع الكرسي في جهاز فوق. اريح، انا بقول لك اريح بجد. لا خلاص انا بس الوزن تقيل. ويا شباب عايز اقدم نصيحه مهمه جدا لاي كوتش فلور بيتفرج على الفلوج ده. لو انت كوتش في جيم، ده ما يخلكش ان انت ما تعملش كونتنت. الكونتنت هيفيدك مليون في المية، سواء بشكل دايركت او اندايركت، ودي حاجه انا فهمتها متاخر. هتفرق معاك، مش شرط بس لو حاجه عملتها تفرق معاك. اخر حاجه عايز اقولها لكم قبل ما نقفل الفلوج في الحته دي، عشان احنا بصراحه الفلوج ده يعني ايه سرح مننا شويه. انا كنت بتكلم معاه في حته ان سبحان الله انا ساعتها كنت راسم حياتي كلها ان انا خلاص هكمل ابقى كوتش فلور. كان قدامي ان انا اترقى واعمل سبحان الله انا دلوقتي حاجه ثانيه خالص. فطول ما انت بتسعى انت مش عارف قدامك تبقى فين، ولكن انت عارف ان انت طول ما انت بتعمل اللي عليك ان ربنا مش هيسيبك. وده بجد يعني مش كلام فعلا. انا ما كنتش اعرف اصلا ايه اللي هيحصل كمان سنه. كنتش عارف ان انا كمان سنتين هكون بفلوج مع الراجل ده مثلا، فاهمين كده. والله بترجع تبص على حاجات كتير في حياتك تلاقيها هي لو ما كانتش مشيت كده بالظبط. وممكن انت ساعتها مش فاهم السبب او مش فاهم ده بيحصل ليه او كده. بص انا بحس طالما انت بتتقي الله وما بتأذيش حد، اعرف ان اللي ربنا كاتبه لك حتى لو هو انت هتشوفه حاجه مش كويسه دلوقتي، هو هيبقى لسبب خير ليك قدام. فطول ما انت ضميرك مرتاح وبتعرف تنام تحط راسك على المخده بالظبط ما تقلقش. احنا يا جدعان بنتمرن بقالنا داخلين في الساعتين وشويه. كل ده عشان نطلع لكم فلوج حلو. بقول لك ايه يا كابتن شادي، ايه يا حبيبي؟ انا بكل صراحه عايز كتف زي ده، قول لي اعمل كتف زي ده انا تعبت قوي عشان اوصل للكتف ده. ما انت لازم الناس هتقول. شافت التطور في وقت قصير. هتقول لي. هلخص الموضوع ده في 3 نصايح، احتمال يبقوا 4. تمام. اول حاجه خليك عارف ان كتفك ده اكبر عضله في الابر بادي. الناس ممكن تفتكر اللاتس، ممكن الناس تفتكر الشيست، ولكن كتفك هو اكبر عضله. فلما انت تعرف ده تعرف برضو ان انت وانت بتوزع الفوليوم تخلي بالك من حاجه زي كده. كتفك الجانبي شبه ما بيخشش في سكندري ماسل في تمارين كتير قوي. ولما اتكلمت في الموضوع ده الناس اتخضت، قالوا لي يعني نطلع لكام 20 مجموعه 25 مجموعه. اكيد برضو احنا مش بنبالغ للدرجه دي، ولكن عادي ان انت تزود له فوليوم اكبر من ان انت بتدي لي الكتف الامامي والخلفي. طيب يعني انا كشادي هيقيس انا على نفسي، انا بدخل تقريبا 11 مجموعه او 10 مجاميع للكتف الجانبي في الاسبوع، وقادر ان انا اطلع لحد 12. يعني اقدر اقول ان السويت سبوت بتاعتي من 10 ل 12. في ناس بتلعب 4 مجاميع بس، الناس بتلعب 5 مجاميع بس. يا حبيبي زود وجرب عادي. زودت مجموعه لقيت ان انت قادر تريكفر زود مجموعه كمان، لقيت ان انت قادر تريكفر زود مجموعه كمان. غلطه كبيره قوي بشوفها في تمرين الكتف الجانبي ان الناس كلها عايز تلعب في السكابلر بلين، يعني تطلع ب 45 درجه. تمام. انا مش هسحلهم في حته يعني ليه بنعمل كده وما بنعملش كده، ولكن لو فكره ان انت عايز تطلع في السكابلر بلين دي هتخليك ان انت تلعب كده والموضوع يقلب معاك بفرونت ريزس، ودي بشوفها كتير قوي في الجيم. العب عادي كده، انا ما عنديش اي مشاكل. ولكن ان انا بخش الجيم بشوف ناس كتير قوي هو عايز يطلع ب 45 درجه، اقسم بالله بيبدا يلعب كده. ودي انا بشوفها كتير، وممكن تكون انت بتشوفها وبعد ما اقول لك هتبدا تشوفها. برضو حاجه مهمه، ليه دايما الناس مديه افضليه للكتف الجانبي؟ يعني ليه دايما اي حد عايز يكبر كتفه وانا متفاهم ده يجي يقول لك العب جانبي وما اهتمش بالامامي والخلفي؟ ما انت ممكن يكون الجانبي عندك كويس بس انت مش شايف ال 3 دي الشكل اللي انت عايزه ده. انت عارف اقول لك على عشان حاجه، الخلفي مش موجود. انت عارف بقى انا اكتشفت ايه بعد سنين؟ ان انا عندي مشكله في الكتف الامامي. اقسم بالله الناس كلها بتكتشف المشكله. هو فاكر ان الكتف الجانبي هو اللي محتاج يتطور ويقعد يدي كتف جانبي كتف جانبي كتف جانبي، ويكتشف ان مشكلته مش في الجانبي اصلا. انا بوز سايد تشيست كتف الجانبي تحفه، ابص لنفسي من قدام ما عنديش كتف امامي اصلا. ده بسبب ثقافه ان الكتف الامامي بيشتغل في كل البريسات. يا جماعه ادوا اولويه للكتف الامامي والخلفي زيه بالظبط الجانبي، مفيش اي مشاكل. برضه بقى اللي بحسه مظلوم في القصه دي كلها الكتف الخلفي اكتر من الامامي. عارف من ايام البروس بليت ودي انا حضرتها، الناس اللي بتلعب كل يوم عضله عنده يوم كتف. كان لازم انه يبدا بالبريسز وبعدين يبدا بالرفرفه الجانبي والامامي ويقفل بخلفي. طب ليه بنقفل بخلفي؟ يعني ليه ما بداش بخلفي؟ هو احنا اتولدنا كده ان الكتف الخلفي هيترمي في الاخر. اتطورنا والمعلومات زادت شويه، بقينا نلعب يا باشا فول بادي ونلعب ابر لور ونلعب كل السبليتس الخارقه، برضه بنرمي الكتف الخلفي في اخر السبليت. هل عمرك شفت حد اقسم بالله 99% من الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده في السبليت بتاعته عنده الجانبي قبل الخلفي؟ ده 100%. ليه؟ سؤالي هنا ليه؟ ما انت ممكن تكون الخلفي هو اللي محتاج يتطور. جرب تحط الخلفي الاول هتشوف نتائج وهتشوف كتف 3 دي وهتشوف شكل انت ما شفتوش قبل كده. فنبطل نمشي ورا حته ان هو لازم اعمل كده، هتلاقي ان الموضوع اتطور عادي. هو احنا لما جينا قلنا لازم نلعب العضله 6 مجاميع، ايه اللي لازمه؟ ما تجرب. ده لا، انا على فكره طول عمري كنت بلعب بفوليوم قليل شويه للكتف الجانبي. لما زودت وابتديت ازود واشوف واستجيب لنفسي واسمع، زودت على فكره للكتف الامامي وتعبني، قللت تاني، ما فيش اي حاجه. بلاش الايجو
وياخدك ان انت لا لازم تزود وبتاع، بس زودت وقادر تريكفر زود كمان، قادر تريكفر زود كمان. اللي خليني اطلع ل 10 مجاميع ان انا شبه بلعب في كل سيشن 3 مجاميع للكتف الجانبي وبتطور، ده ما كانش هيجي الا بالتجربه. بصراحه لسه في نصايح ثانيه بس محتاجين نخش مجموعه. يلا بينا. يلا نخش مجموعتك عشان نقفل الفلوج. احنا يا شباب دلوقتي بنلعب اخر تمرينه، احنا التمرينه طولت معانا قوي. احنا بنلعب لاترال ريز. حاجه بقى يا شباب هتاخدوا بالكم ان احنا بنصور الفلوج من وجهتين نظر مختلفتين. الفلوج هنا مش هيديك الصوره الكامله ولا الفلوج هنا هيديك الصوره انت الكامله. محتاج تتفرج على الاثنين عشان خلص تعرف ده وتعالى هنا وخلص ده وتعالى هنا. وغالبا اللي انت هتشوفه هنا مش هترجع تشوف تاني هنا، يعني دي اضمنها لك. انت آه. هتشوف هنا كلام وهتيجي تجمعه بقى لما تكمل هنا. يعني ده هيبقى اغرب فلوج على دي جزئين حقيقة. بس بازل. اللي وفى انت بقى. تتفرج هنا وهنا، وفكره بقى ان ده هينزل، هم محتاجين ده كمان اسبوعين عشان يجمعوا الصوره كنا بنتكلم فيها. طيب يا شباب انا انا هضطر بس ثانيه بس. ده بسم الله ما شاء الله. ايه الكتف ده؟ اخويا طيب يا شباب احنا كده نقدر نقول ان الفلوج انتهى. انا ما عنديش لا باي ولا تراي وانتوا عارفين السبب، خلاص مش لازم نقعد نقوله كتير. الفلوج انتهى، ولكن الفلوج مستمر على الشانل بتاعت ايفولف. معانا بقى الفلوج اليوم كله اللي هيحصل بعد كده. اللي هيحصل بعد كده بالظبط. ونشوفكم يوم السبت ان شاء الله يا شباب. والراجل ده انا بحبه وبسطت وأنا جدا بموت في التمرين فيه. معاه. وانا بجد نصيحه اخويه، لو بجد عايزين تستمتعوا كملوا الفلوج الناحيه الثانيه. السلام عليكم. عايز تقول حاجه؟